السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هوريكم طريقه فتح واغلاق البوت لودر لجهاز سوني اكسبيريا زد 2، وان شاء الله الطريقه النهارده هتكون من خلال برنامج فلاش تول. لذا هحط لكم رابط برنامج فلاش تول في الديسكربشن تحت الفيديو، تابعوني. اول حاجه هنروح على ماي كمبيوتر، ده طبعا بعد ما ننزل البرنامج ونسطبه. نروح على بارتيشن السي، فلاش تول، درايفرز، فلاش تول درايفرز، يس، نيكست. نحدد على اول اتنين وننزل تحت نختار الدرايفر بتاع الجهاز اكسبيريا زد 2 ديفايس، مش تابلت عشان في تابلت، ديفايس. نضغط على انستول. طبعا انا مسطبها قبل كده. هيطلع لنا مربع تاني، نضغط على نيكست. هيطلع لنا مستطيل فيه لون احمر، نضغط على انستول. هيطلع لنا المستطيل ده 3 مرات، نضغط 3 مرات على انستول اللي هي بتكون موجوده تحت، وبعد كده فينش وفينش من هنا. طبعا انا ويندوز 7، في ناس ويندوز 8 هيواجهها مشاكل، تقدر تقول لي وانا هوريها الطريقه. بعد كده بنفتح برنامج فلاش تول، يس. نستنى البتاع البارده دي لحد ما تعمل تشيك على الفيرجن وتروح وتورينا يعني ان في فيرجن جديد وكده. بتعمل تشيك، بتتصل بالموقع وتشوف يعني لو في فيرجن جديد وكده عشان تبلغنا. نروح على اللي هي BLU اللي هي بوت لودر انلوك، ونبدا ان احنا نوصل الجهاز من خلال الفلاش مود، اللي هو نقفل الجهاز الاول، نعمل له باور اوف، وبعد كده ندوس على الفوليوم داون اللي هو زرار خفض الصوت، ونبدا ان احنا نوصل الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين هيبدا ان هو يتعرف. لو بعدنا دي كده شويه هيبدا زي ما حضراتكم شايفين ان هو بيقول لي افصل الجهاز واعمل له ريستارت. نبدأ إن إحنا نشيل الوصلة ونفتح الجهاز. بعد ما الجهاز يفتح نبدأ إن إحنا نعمل الجهاز باور أوف تاني، نطفيه تاني، ونستنى لما الجهاز يطفي، ونبدأ بعد كده إن إحنا نوصله من خلال الفاست بوت مود، وهو إن إحنا نضغط على زر تعلية الصوت المرة دي اللي هو فوليوم أب، اللي هو بنعلي منه الصوت، ونبدأ إن إحنا نوصل الكابل. زي ما حضراتكم شايفين هيطلع لنا ال IMEI، وهيطلع لنا الانلوك كود اللي هو عاوز الانلوك كود. لازم ان احنا طبعا نجيب الانلوك كود. نبدأ ان احنا نضغط على جيت انلوك كود. الطريقة دي من اسهل الطرق على فكرة للناس اللي هتقعد تدور، يعني دي اسهل طريقة وابسط طريقة، بس بتحتاج البرنامج اللي هو ممكن بيكون كبير شوية بالنسبة لبعض الناس زي ما حضراتكم شايفين. تمام، هنبدأ ان احنا نختار اكسبيريا زد 2 تابلت، مفيش اي مشكلة، ونضغط على كونتينيو. هنكتب الايميل بتاعنا ونضغط هنا على علامة الصح وندوس I am not robot ونختار اللي هيطلع لنا. هو عايز تختار الايميج اللي هي فيها تراكس زي ما حضراتكم شايفين، بنختارهم زي ما حضراتكم شايفين، وبنبدأ ندوس على سبميت. بعد ما ندوس على سبميت بينقل لنا الصفحة دي اللي هو بيقول لي تشيك يور انبوكس. بروح على الايميل، انا طبعا جيميل فاروح على جيميل وافتح الانبوكس، عليه الرسالة دي، هضغط على كليك هير، هينقلني هنا. هيطلب مني الاي ام اي كود، الاي ام اي اي هاخده من هنا زي ما حضراتكم شايفين، لان البرنامج كده كده كاتبه لي. هاخده من هنا، هاخده كوبي واعمل له بيست، وبعدين ادوس على نيكست. هيطلع لي زي ما حضراتكم شايفين الكود بتاع الانلوك البوت لودر. هاخده كوبي وهحطه هنا زي ما حضراتكم شايفين، وابدا ادوس على انلوك. كده هنكون خلصنا. اول ما علامه الانلوك دي تروح كده بنكون خلصنا. بيبدا الجهاز ان هو لوحده اوتوماتيك ان هو يبدا يراستر ويفتح حاجه زي لوجو اندرويد، ويبدا ان هو يسطب مع نفسه. نسيبه مفيش اي مشكله. كده دلوقتي نقدر نضغط على كلوز لو حابين، ولكن انا حابب اقول حاجه قبل ما اضغط على كلوز. للناس اللي عايزه تقفل البوت لودر هتعمل نفس الطريقه، بس هتلاقي احتمال كبير هتلاقي الانلوك كود مكتوب لوحده، فكل اللي هتعمله بس ان هي تدوس على لوك، لكن مفيش اي تغيير او مفيش اي حاجه يعني. لكن بالنسبه لللوك بيبقى اسهل كمان، بتلاقي هنا بس كلمه بدل كلمه انلوك لوك.
بتدوس عليها بيبدا ان هو يقفل البوت لودر، مفيش اي حاجه. حابب بس اقول لكم حاجه، ان هتسيبوا التليفون طبعا لحد ما يخلص براحته، هو مش هياخد وقت كبير، وهيبدا ان هو يفتح معانا والبوت لودر مفتوح، لان من خلال البوت لودر مفتوح تقدر تنزل سيانوجين مود او ما الى ذلك. اتمنى من الله ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بلايك، وما تنسونيش ان انتوا تشتركوا في صفحه الفيسبوك facebook/techtrain. واخر حاجه اقدر اقولها لكم، سلام عليكم.